كاين بزاف ناس عن بالهم حسبي الله ونعم الوكيل امر سهل. لو كان توكل امرك في ظالمك الى الله راح تضروا بزاف، والله وتجريه وتمرمدوا في الحباس والمحكمه، والله غير خير له واهون له من ان توكل عليه الله. وهذه شوف جربها انت في حياتك، اذا كاد بك احد او واجهك احد او خاصمك احد، وقتاش تضروا بزاف؟ تضروا كي توكلوا لله، كي تقولوا حسبي الله ونعم الوكيل. الضر توجع حسبي الله ونعم الوكيل. كاين بزاف الناس ماهمش فاهمينها. وانا رايت احدا من الناس وكنا شبابا ظلم احد الناس، ظلم واحد شاب، والشاب هذاك عاقل فقام فقال له حسبي الله ونعم الوكيل. قال له قول حسبي الله ونعم الوكيل ولا ريح، قال له احتسب ولا اقعد. فسبحان الله العظيم والله يعني الشاب هذاك عذبه الله عذابا شديدا في حياته، وكل الناس الذين كانوا حاضرين كانوا يقولون هذا لازم يروح يتحلل من هذاك الإنسان من هذيك اللحظة، وربي معذبه سبحانه وتعالى في كل مآل يعذب الله عز وجل، حتى وجد هو ولا يقول على نفسه حسبي الله ونعم الوكيل تاع صديقي فلان راهي توجع فيا، حتى استحل منه باش ربي يفرج عليها. لأنه ربي عز وجل إذا غضب على عبده راح يعذبك، ممكن يسمح لك في المعاصي، ممكن يسمح لك في الذنوب الكبيرة الصغيرة، ممكن يتجاوز عليك في أمور تفريط صلاة، جوز لك أمور. صح لما العبد نتاعو يشتكي ما يسمحش، العبد ما يسمحش، العبد هو ما يسمحش، فربي عز وجل ما يقدرش يخلي له حقه، لازم ينتصر له. ولذلك كاين واحد الكلمات في القرآن الكريم كي يجي الكيد والمكر، ربي سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم غير يجي يقول وجبد روحك، يكيدون كيدا واكيد كيدا. ما قالوش يا محمد هاوش دير لهم وروح دير لهم كذا، لا. لما قال فرعون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، موسى لما بعثهم ربي عز وجل هو وهارون إلى فرعون، قال موسى إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا راح طاغية كبير فرعون، راح نتكلموا معه وانا خايفين راح يبطش بينا ولا ما يدير لنا حاجة مش مليحة. قال ربي عز وجل لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. كي تجي قوة فوق القوة تاعك راه ربي يدخل، كي تجي قوة أنت ما تقدر لهاش راه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال لنا الله عز وجل واحد القاعدة تمشي في شوف وين تحطها تمشي، وين تحطها في الخدمة نتاعك، في المسجد، في الدار، في هذيك العروسة اللي جابوها وراه يكيدوا لها العجوزة مع الوسات، ولا العجوزة اللي تكيد لها العروسة مع الخواتات، ولا هذاك الزوج اللي يلعبوا به، ولا هذاك الجار اللي يكيدوا له، ولا ولاد حمدك اللي يكيدوا لك، ولا في الخدمة اللي يكيدوا لك، وين تحطها مشات. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والله اللي يحفر حفرة غير يطيح فيها، والله هذه غير ربي اللي قالها لنا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اقرأوا سورة يوسف، اقرأوها بتمعن. سورة يوسف هذيك ماشي اللي يتأثروا بها هذوك العشاق. وراودته التي هو في نفسه في بيتها عن نفسه قد شغفها حبا، هذه تأثر في العشاق هذوك. احنا توش تأثر فينا، تأثر فينا البداية والنهاية. خاوة يوسف عليه السلام لو كانوا في النهاية، لو كانوا عارفين النهاية يرموه في البير، يرموه في البير. لو كان انت تتخيل باللي واحد ترميه في بير يولي ملك، يولي رئيس وزراء ولا وزير المالية والخزائن، ويحطك تحت رجله ترى تجي تسجد. يعني تتخيل ان هذاك انت اللي رميته في بئر في يوم من الايام، هذيك الرميه هي اللي حتخليك تسجد عنده؟ كنت تتخيلها؟ هذه ما تتخيلهاش. لذلك انت يشوف ربي يعطيك واحد الحسابات، هذوك اللي كانوا يمكروا كامل الحسابات هذوك يروحوا هباء منثورا. الحساب تاع ربي والامر تاع ربي هو اللي راح يتنفذ في اخر المطاف. لو علم اخوه يوسف ان رميهم لاخيهم في الجب سيوصله الى تلك المكان، والله ما يرميوه، يقول خلوه عند بابه، يقول لك هكذا انا لا باس نغيروا شويه ونقعدوا لا باس، خير من اللي ولينا وزير ونعودوا نزيدوا نسجدوا له كامل. هذا اللي رانا غايرين منه احنا. ربي زاد مشى، هما حابين يطفوا هذيك الغيره، لازم ينحيوه من حجر باباه، ولكن ربي سبحانه وتعالى زاد رفعوا وزاد ذلهم وحطهم عند رجليه وسجدوا له كما شاف الرؤيا في البدايه. اذا الان انت كي يجي يمكروا بك ناس على جل الدنيا راح ربي يخليهم، والله دور الامور وشحال شفنا ناس راحوا ترموا عند القبور ويقول لك يا ربي حيه لي باش نطلب منه السماح. شكون الخاسر؟
هو فوت دنيته كما حب الخاطر وكما حب ربي سبحانه وتعالى وكما قدرها مولانا، وتقعد انتايا في رقبتك هذيك المكر هذاك. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فرعون يمشي يجري بهم باش يروح يقتل موسى، يبطش بموسى ومن معه. كان يعرف باللي راح يغرق في البحر؟ ما كانش عارف. دبر حفرته بيده هو، وكانك شت انت كي تصيد وتبدا تجبد بشويه بشويه، تجيب هذيك الصيد تجيبه حتى لفم الفخه. موسى دارها وما على بالوش، لانه شكون اللي كان يدير فيها؟ الله. قال له لا تخافا انني معكم اسمع وارى. احنا على تعبنا احنا، ولا خفنا، ولا رانا خايفين ما هذا كل يوم يمكرونا، ولنا تعبانين بزاف من المستقبل. نحينا ربي من الحسابات، كي نحيناه قعدنا تعبانين. بصح لو كان نعاودوا ندخلوه نقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وبالراحه. ولهذا الانسان والله يا اخواني الكرام ما يربح الانسان صاحب النيه الفاسده. والانسان اللي يظن نفسه ذكي وحيلي ويمكر لهذا ويخسر بين اثنين ويقول لك دوك نفرق بين زوج هذا ويمكر ويبقى يحفر حياته كامله، والله راهو يحفر في حفرته. لانه علاش رانا نحلفوا؟ علاه رانا مأكدين علاه؟ لانه ربي قال ولا يحيق المكر السيء الا باهله فقط. قال ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. خادعون الله وهو خادعهم. دائما شوف، غير تخدع غير تخرج بالنيه مش مليحه راح تلقى ربي مقابلك، وروح انت لقدرة ربي سبحانه وتعالى. ولهذا ما كاش واحد يرتاح ويكون معه الله كما انسان يكون صافي مع ربي سبحانه وتعالى. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. انت غير تشوف روحك بدا المكر عليك ادنا له عنده، روح لعند ربي سبحانه وتعالى، راح هو بعد يحارب عليك. ولهذا قال ان الله يدافع عن الذين امنوا. هو يدافع عليك ما تخافش، هو يدافع عليك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى هنا أم يريدون كيدا، يريدون يديروا كيد